شفتوا العصفورة؟ لا مش دي، ده في بتاع 380 ألف طائر محتاجين نتكلم عنهم أهم من حوار العصفورة دي. صباح الخير يا أصدقائي، أنا مريم سوريكا and this is the good news. الوقت ده من السنة اسمه موسم هجرة الطيور. عارفين إن مصر تاني أكبر مسار لهجرة الطيور في العالم كله بعد أستراليا. بس يا ترى إيه اللي بيخلي 380 ألف طاير يسيب بلده المكرمة ويجي يعدي على مصر؟ أولاً إن الطائر الغلبان ده وهو جاي مصر هي القطعة اليابسة الوحيدة بين الثلاث قارات اللي هم أوروبا وأفريقيا وآسيا. فبالتالي في موسم الهجرة اللي بيكون في الربيع والخريف بيعدي على مصر ملايين من الطيور المختلفة، وبيقعدوا في مصر عشان جوها رطب بالذات في الشتاء، يعني زينا لما بنطلع على شرم ودهب كده. بمعنى كده ان الطائر ده بقى سايح زيه زي الجست الروسي كده، لازم نعامله احسن معامله. يا ترى ازاي مصر اشتغلت على انها تكون بيئه امنه لكل الطيور المهاجره دي؟ اولا اننا طورنا المحميات الطبيعيه وعملنا مراصد للطيور، يعني مكان الناس تروح تتفرج فيه على الطيور المهاجره دي، وقفلنا وغيرنا مسار طواحين الهواء اللي كانت في الطريق بتاع الطيور المهاجره. برضو احنا ليه بنعمل المجهود الرهيب ده كله؟ علشان انواع الطيور المختلفه دي بتمثل سمه من اي بيئه صحيه، وهي حاجه اسمها التنوع البيولوجي او البايودايفرسيتي، وهو بيعبر عن طبيعه كل حاجه حوالينا. التنوع في الطيور، في البكتيريا، في النباتات، في البحار، في المحيطات. يعني مثلا في مصر في 16 نوع من الطيور مهدد بالانقراض، بالتالي مهم جدا ان احنا نحاول نحافظ عليهم باحسن صوره ممكنه. لو عجبكم الطبخ اكتبوا لي في الكومنتس. شكرا.